أول الجماعة اللي 5 دقيقة خرج الدقيق 50 كيلو دقيق 900 درهم 40 كيلو 5 دقيقة خرج الدقيق فوتوكوبي ديال لاكارت 50 كيلو دقيق 900 درهم فوتوكوبي ديال لاكارت 50 كيلو 100 درهم 5 دقيقة خرج الدقيق صوت بنادم اللي خاص يصيفط فوتوكوبي ديال لاكارت 50 كيلو دقيق 900 درهم 40 كيلو 5 دقيقة خرج الدقيق فوتوكوبي ديال لاكارت 50 كيلو دقيق 900 درهم فوتوكوبي ديال لاكارت 50 كيلو 100 درهم 5 دقيقة خرج الدقيق. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. موضوع جديد واللي يدير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هو الاعتراف ديال احد النواب البرلمانيين بان المغاربه كياكلوا الدقيق مطحون مع الورق. داكشي اللي عامل القمح اللي كيدي 16 المليون ديال الدرهم، شكون اللي كيمشي هاد راه با د كونترول. انا كنعرف هادشي، راه كاين اللي كيطحن غير الوراق، راه خص يكون اجراءات ردعيه. راه 16 مليار ديال الدرهم باش نعطيو راه داك الدقيق اللي كنديروا حنا شكل من الدقيق الوطني، الدقيق المدعم، راه خصكم تشوفوه، راه بعض المناطق راه ما تاكلوش. واش في اخباركم ان الشركات اللي كتبيع لنا الطحين كتطحن فيه الورق والكرتون؟ يعني اي مغربي كياكل الخبز من المخبزه او كيطيبو في الدار راه كياكل الورق مطحون، وهذا الشيء هضره ديال رئيس فريق البان في البرلمان. ولكن داكشي دعم القمح اللي كيدي 16 مليون ديال الدرهم، شكون اللي كيمشي هاد راه با د كونترول. انا كنعرف هادشي، راه كاين اللي كيطحن غير الوراق، راه خص يكون اجراءات ردعيه. راه 16 مليار ديال الدرهم باش نعطيو راه داك الدقيق اللي كنديروا حنا شكل من الدقيق الوطني، الدقيق المدعم، راه خصكم تشوفوه، راه بعض المناطق راه ما تاكلوش. دابا هادشي راه خطير بزاف، كيفاش المغاربه كياكلوا الكرتون والوراق مطحونين مع الدقيق، وهذا يحصل الدقيق المدعم من الفوق. واش كاين شي مراقبه؟ واش الهضره ديال التويزي بصح ولا غير كيضرب شي جهه ولا كيفاش؟ راه الا بصح خاص اعتقال اصحاب هاد المطاحن لانهم كيخرجوا على صحه المغاربه، وهذا الشيء ما فيهش اللعب.